وطبعا ده الشكل النهائي بعد ما خلصتها. يعني دي ممكن نقول تمارين المثابرة. انا عملت جروب اسمه نوليميت، عبارة عن تجمع الاشخاص اللي شغالين على نفسهم. لو قررت انك تختفي لمدة 6 شهور وتطور من نفسك، فطبعا الفيديو ده هشارك فيه ازاي تخطط وتعمل حاجة زي كده. طبعا ده المرة الثالثة ليا. فبكل بساطة خليني في الأول أعرض الحاجات اللي أنا بستخدمها، وفي نفس الوقت هقول لك البدايل. فالمهم خليني أعرض الأول الحاجات دي ممكن تجيبها أو ممكن توفرها. يعني أنا خليني أقول لك أبسط حاجة. طبعا بالنسبة لي جايب دبابيس صنع حفظ، والورق ده من المكتبة، والورق ده، وطبعا السبورة دي أنا كنت جايبها. دي سبورة اسمها سبورة في اللين. ممكن يعني انت بص اقول لك حاجه، ممكن بكل ده ممكن تجيب الورق ده رخيص اصلا، معرفش ب20 او 30 جنيه مع ده. وتجيب امير ولوحه ممكن ب10 20 جنيه وتحطها وتلزق عليها زي ما انا هعمل على السبوره دي، اللي هو ممكن تتعامل بأقل حاجه. يعني ما تركزش وما تصعبش على نفسك بالنسبه للحاجات دي. وممكن تعمل على جوجل شيت. المهم طبعا ده بالنسبه للجزء الخاص بالاهداف والمهارات الأساسية، اللي هو الواضحة قوي كده، اللي أنا محتاج أتعلمها بخصوص كل هدف. لأن أنا مثلا أنت في، ولنفرض البرمجة ده مثال، هتلاقي فيها حتة إيه؟ لغة البرمجة. والمجال بحد ذاته محتاج إيه، معرفش تجربة المستخدم. ممكن تقسمهم ل4 أجزاء كده، وكل جزء يبقى تحتيه مهارات تانية، وهكذا. المهم هتشوفوا أنا عاملها إزاي. فأول حاجة بالنسبة للجزء ده، دي الأدوات بتاعته. تاني حاجة الجزء بتاع تنظيم الوقت بشكل عام والعادات، وده الورق اللي أنا بس كنت بستخدمه. دول أساسيين معايا، لسه باقيين. لسه اللي هو بتاع العادات، والديلي تايم بوكس، ده بتاع اليوم، وده بتاع العادات بشكل عام يعني. وده كان المفروض أهداف الأسبوع. وده بتاع الإنجليزي. الورق ده هسيب لكم رابط في اللينك في الصورة دي كبي دي اف، اللي هو انت ممكن تطبعها بكواليتي كويسة. وأخيرا طبعا النوتة الحلوة الجميلة دي. دي أنا من رأيي لازم تشتري نوتة زي كده. بحيث أنا طبعا عندي نوتات عادية، بس في حد أعطاني نصيحة من الأشخاص اللي أنا بسمع لهم، اسمه جيم رون، إن الواحد وقت ما بيشتري نوتة، يعني هي غالية تقريبا. النوتة دي ب 300 جنيه. أنا طبعا كنت بستغلها وأنا بشتريها، بس هو فعلا كان عنده حق. بحيث إن أنت ما تشتري نوتة غالية، آه، يعني اكنك انت عامل زي ايه، انت وقت ما يبقى عندك مجوهرات بتشوف ان الصندوق بيبقى مميز كده. فبالتالي بالنسبة لأهدافك وطموحاتك فهي عاملة زي المجوهرات، انت مش هتحطها في مكان عادي، بتحطها مثلا في نوتة، لا، حاجة شكلها حلو كده. بحيث ان حتى اللي هو بشكل غير مباشر او بشكل اللي هو بتقيمها. المهم انا طبعا الحاجات دي جهزت الحاجات اللي محطوطة على السبورة، خلينا نتكلم عنها. طبعا ده يعني ده بصوا، ده كان القديم. خطي مش احسن حاجة عشان انا بكتب بسرعة قوي. اكون عندي خبرة في التحدث، ده كان الاهداف بتاع المرة اللي فاتت. وانا دلوقتي بعرف اتكلم، ومش بس مش قدام الكاميرا، لا، اللي هو رحت الايفنتات. يعني اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، واتكلمت مع اشخاص انا كنت حابب اتكلم معاهم، واشخاص عمري ما اتعرفت عليهم قبل كده، واشخاص كده اللي هم زيهم كده قاعدين لوحدهم كده، رحت اتكلمت معاهم فده اتحقق. حوار بالنسبة لليو اكس واليو اي، اللي هو كان خبرتي في تجربة المستخدم، ده حاجة عملتها فعلا. فعندي يعني انا يكون عندي بعض المعرفة في علم النفس التربوي بتاع الاطفال. يعني انا تقريبا كنت بتكلم في فيديوهات اصلا عن الموضوع ده كتير. وعندي خبرة في تطبيقات الويب دي مرتبطة باليو اكس واليو اي، اللي هو حوار ان انا وقت ما عملت كيس ستادي وشوية حاجات كده. المهم الاهداف دي بالنسبة لي انا خلصتها. ولكن بالنسبة للجزء الخاص بالبرمجة ما كنتش متعمق حبتين، بحيث ان انا كنت وقتها كنت بفكر ان انا اجيب حد يعمل الحاجات دي كلها. ولكن حاليا الاهداف حاليا بقى ان انا بكل بساطة هكون في مجال الاي اي كمهندس وباحث باذن الله. فبكل بساطة الاهداف الحالية على اساس الجزء ده، بحيث ان انا ال 12 شهر اللي فاتوا دول حاطينه قدام سؤال كبير قوي. انت ممكن بتسأله لنفسك اوقات، بيجي لك وقت فراغك، وقت ما بتقعد لوحدك، انت مين؟ فالمهم انا
قررت اجاوب على السؤال بتاعي في مجال الذكاء الاصطناعي. هبقى اتكلم في فيديو عن حوار الذكاء الاصطناعي، بحيث ان انا تقريبا قعدت 60 يوم او 90 يوم اللي فاتوا دول بحاول ادور على الطريق الصح، بحاول ادور على الحاجات اللي فعلا توصلني للنقطة دي، بحيث ان انت لو انت بتفكر تخش في مجال الذكاء الاصطناعي، وحتى على فكرة معظم مجالات البرمجة اللي الواحد بيفكر يدخلها، بتلاقي الموضوع متنطور. بمعنى الكورس معرفش هنا عن اللغة، طب معرفش حتة عن هنا، طب معرفش حتة عن... لو انت مش عارف تروح لمين والطريق ماشي ازاي وده يودي فين شمال ويمين. فانا بالنسبة لي التراك الخاص بيا، جبت كل حاجة وعرفت كل حاجة على لو ليفل. بالنسبة للبرمجة هاي ليفل يعني الحاجات اللي هي السطحية، لو ليفل يعني الحاجات العميقة. فانا ابقى هشارك الجزء الخاص بتاع الاي اي في فيديو تاني، وفي نفس الوقت هبقى برضو احاول اقول طريقة التفكير بتاعتي في ازاي قدرت اوصل فعلا للطريق الصح على اساس نطاق عالمي، مش مجرد اللي هو محلي. يعني مع احترامي طبعا لمعظم الاشخاص اللي هم العرب اللي بيعملوا بعض الفيديوهات التعليمية وكده، ولكن انا حاولت اجيب مصادر من الاشخاص ممكن نقول اللي حطوا مبدأ الذكاء الاصطناعي وطوروا فيه كده. فبالنسبة لي انا هقول لكم برضو طريقة تفكيري في اللي هو الموبايل ابليكيشن، الويب، وكل الكلام ده. اختصار الكلام خلينا نعمل الحاجات التانية بقى. بالنسبة بقى للأهداف الأربعة، هم أربعة بس مرتبطين ببعض، هم دول. والورق ده بكتب فيه الهدف، أكون عندي خبرة في كذا، وتحتيه بقى الحاجات اللي محتاجها. يعني أنا مثلا هنا عندي أكون عندي خبرة في برمجة ال AI، لأن ال AI عكس مثلا الويب مثلا، إنه بيحتاج إنك يكون عندك خبرة في الجزء البرمجي اللي هو ممكن تكون عارفه، وجزء في الرياضة. فطبعا انا ميح في الرياضه على فكره، بس انا شغال على نفسي وخلصت كتاب اسمه الجو ما قبل الجبر. الكلمه سهله بس انا مش بعرف انطقها او بنسى انطقها ازاي. فالمهم مصادر التعلم، خطه تعلم، مشاريع اطبق عليها، كل الكلام ده. فعندك ايه، اكون عندي خبره في الاي اي، واكون عندي خبره في رياضيات الاي اي. في الفيديو بتاع الخاص بتاع الاي اي هبقول لكم ايه الرياضيات اللي انت تحتاجوها. وطبعا الاتنين دول هو أنا عندي خبرة في الفريلانس، بحيث ان انا برضو الجزء بتاع الفريلانس انك على العمل الحر، انا هبقى باذن الله وقت ما احققه هبقى شارك ازاي قدرت احققه. وبرضو اثناء الرحله انا برضو هشارك بعض حاجات اللي هو كتير اتعلم برمجه، بس في نفس الوقت ازاي تشتغل بيها. تمام، انا باذن الله هحقق ده وهوريكم، رغم ان انا اشتغلت فريلانس قبل كده بس كمونتاج، فده ممكن يفيدني يعني. وطبعا اخر حاجه اللي هو ايه، كفلونسر او صانع محتوى، اللي هو انا بعمل فيديوهات زي ما انتم شايفين كده، بس في نفس الوقت انا عايز ايه، يكون اللي انا بعمله احسن، بحيث ان انا اعرف افيد، مش مجرد افتح الكاميرا اتكلم زي ما الكلام يجي بغير نظام. فبالتالي مش ممكن ناس تستفاد بيا، تستفاد، وممكن ناس ما تعرفش تكمل فيديو بسبب العشوائية نسبيا. ولكن ايه، انا عايز برضو انا بشارك رحلتي. الهدف الاول مرجع لنفسي، لان ممكن اقول ان انا الان لسه انا مين مش عارف ولا حاجة، ولكن عايز وقت ما ابص على الفيديوهات دي قدام في المستقبل افتكر بص وقت ما انت كنت بتدور على الطريق. ولكن في نفس الوقت برضه باذن الله وقت ما انجح، كنجاح مثلا كبير باذن الله، اللي هو برضه وناس تحب تشوف مثلا الشخص ده ازاي بقى كده، يكون بقى في فيديوهات كتير قوي يتفرجوا عليها كفيلم بقى. المهم خلينا نرجع بقى تحت كل حاجة من دول. تحت يعني انا دلوقتي بلزق دي كده فوق، بعد كده ايوه يعني مثلا هنا دي الجزء الخاص بتاع الرياض، بروح انا معلق كده تحتيها اتقان التفكير الرياضي مثلا. انا بصوا هختصر الحته دي واوريكم اللوحه بشكل نهائي. وطبعا ده الشكل النهائي بعد ما خلصتها بيكون بالشكل ده كده. المهم انا بالنسبه ليا الحاجات اللي انا هشتغل عليها، طبعا انا قلت الرياضيات، الاي اي كجزء برمجي، وكفريلانس وانفلونس. طبعا الحاجات اللي تحتيها المفروض الحاجات اللي انا المفروض اتعلمها بقى علشان اوصل للهدف اللي فوق. الحاجات اللي محتاجها بتتكتب إيه؟ في الورقة الصفرا ذات نفسها تحت الحاجة. المهم فمثلا الجزء الخاص بتاع البرمجة المرتبطة بالاي اي، طبعا بايثون، اتقان المكاتب البرمجية الخاصة بالاي اي، اتقان الخوارزميات الخاصة بالاي اي، واتقان البروجرامينج ديفلوبر
انا طبعا أنا ده اللي اعملها بحيث ان المهارات اللي هو وراء المبرمج زي الكلين كود الارشيتكت، الحاجات دي في حاجات كده ممكن ابقى اتكلم عنها في الفيديو. فبس هنا احنا خلصنا اعتبر اول حاجة، والحاجة اللي هي هبقى ابص عليها ايه من فترة لفترة، اشوف نفسي هل ماشي عليها صح ولا لا، رغم ان انا اصلا بادئ وماشي عليها من شهر. ولكن خلينا نخش في الحاجة التانية، وهي بكل بساطة الورق ده. طبعا انا بالنسبة ليا طبعا بالنسبة ليا اللي انا هستخدمه الورقة دي وده، ولكن دول مش هستخدمهم. بالنسبة ليا طبعا أول حاجة بالنسبة لليوم، برضو احنا اتكلمنا على المدة ككل، بمعنى انت في خلال المدة ككل بالنسبة لدي تعلقها. طبعا انت ممكن تجيب لوحة، لو مش هتعرف تيجي تشتري الحاجات دي، وتلون حرفيا الورق وتكتب عليه بأي لون عادي. يعني هو باختصار في النقطة دي تتصرف، بس هو الفكرة كلها انك لازم تعلقها في مكان. يعني مثلا معظم وقتي في الأوضة دي، اللي هو لو بصيت كده اللي هو جنب السبورة اللي اوقات بكتب عليها بيكون موجود الجزء ده، اللي هو افتكر وقت ما انا احس ان انا تايه، مجرد بس اقف قدام السبورة واشوف الاهداف والحاجات اللي انا محتاجها، بلاقي على طول انا المفروض اعمل ايه دلوقتي. المهم، نيجي بعد كده لفكرة ال... احنا كده جبنا من اول يوم لاخر يوم الاهداف، الحاجات اللي المفروض اعملها. بعد كده نصغر خالص ونروح لليوم. طبعا بالنسبة لليوم انت احنا محتاج حاجة زي كده. طبعا هنا بكل بساطة هنا بتكتب التلات حاجات المهمة قوي، وهنا الحاجات الثانوية، وهنا كل حاجة. يعني هنا في المكان ده كده كله بتفضي اللي في دماغك، يعني الحاجات اللي انت شايف انك انت المفروض تعملها. بعد كده بتروح ايه تاخد اهم خمسة دولت اللي هم ما ينفعش تأجلهم، ودول الثانويين. وهنا طبعا المفروض ايه بتكتب من الساعة مثلا 6 للساعة معرفش 7 هتعمل كذا، تمام، وتمشي هنا. تمام، هنا المهمات بشكل واضح جدا. خلصنا من دي. طبعا بالنسبة لحوار العادات، فطبعا فيها بعض العادات الخفيفة اللي انت ممكن تعملها خلال ال6 شهور. يعني انا بالنسبة ليا حوار انك تعود نفسك على القراءة نص ساعة كل يوم مثلا، وكل شوية تعلم حوار تمارين ايا يكن. الحاجة دي وقت ما انت تبص لها، يعني دي ممكن نقول التمارين المثابرة، الغير محسوسة. انت ممكن تحسها حاجة عادية، ولكن وقت ما انت كل شوية تستمر حتى لو بتعمل حاجة صغيرة، فكرة انك تقرأ 10 دقايق، يعني 5 دقايق، ولكن بشكل يومي، دي بتقوي عندك العضلة بتاع المثابرة والاستمرارية، انك انت شايف نفسك اهو. يعني انت مثلا النهاردة مثلا، ده مثلا النهاردة كنت مستمر الاسبوع، بعدين وقعت في يوم، وقت ما تبص الاسبوع هتفتكر كل ده. لان للاسف وقت ما انت اوقات بتبقى بتحاول تبطل عادة او تبني عادة، لو وقعت في يوم في النص اوقات بتحس باحباط، ممكن تنسى يعني تحس الاحباط بينسيك. فمجرد ما يبقى حاجة زي كده تبص عليها وتلاقي نفسك انك مثلا خلال الاسبوعين ما عملتش 3 مرات الحاجة اللي المفروض تعملها، ولكن بصيت لقيت لا ده في، يعني انت برضو يفضل انك تكتب اتعلم غلط بالاحمر واتعلم صح بالاخضر، فتبص الاخضرات هتلاقيهم اكتر من الاحمرات. او حتى لو الاسبوع ده مثلا عملت مرة واحدة و5 لا، او الاسبوع اللي بعد كده عملت اللي هو اقول له 4 لا و3 يبقى انت كده بتتقدم. ما تبصش للتقدم في اليوم، بص للتقدم كل شوية، تكبر الصورة على الاسبوع، مش الاسبوع على الشهر، وهكذا. فبالنسبة دي انا قلت طبعا الورق ده ابقى اسيبه لكم. ده انا قلت اللي انا استخدمهم دول بقى، انا مش هستخدمهم ليه. بالنسبة للتخطيط الأسبوعي، فأنا اتكلمت إن أنا عملت تخطيط أسبوعي ليا، اللي هو التخطيط ده وده وده. يعني هو الملف الخاص بتاع الجوجل شيت ده أنا كنت متكلم في فيديو قبل كده، الرابط الفيديو يظهر فوق، ده ممكن تشوفوه الموضوع ده. وفي نفس الوقت برضه هسيب الرابط بتاع النماذج دي بحيث إنك ممكن تستخدمها. هم 4 طرق تغير فيها براحتك وتستخدمها. هسيب برضه الرابط ده مع الرابط اللي بعد كده. بالنسبة لآخر حاجة دي بتاع الإنجليزي، أنا في الأول كنت بطور نفسي في الإنجليزي، كان دي تقريبا نص ساعة ولا ساعة. ساعة ممارسة بتستمع، كان نصها استماع ومحادثة حرة. بمعنى إنك أنت يعني اللي هو عبارة عن بتسمع نص ساعة، وبتحاول تتكلم نص ساعة أو ربع ساعة. تمام.
دي ممكن كانت مفيدة ليا في الأول، ولكن أنا حاليا أصلا بقيت بقيت إيه بقى، بقيت اللي أنا المذاكرة اللي أنا بذاكرها بالإنجليزي، الكورسات اللي أنا باخدها بالإنجليزي، فأصلا بقى جزء من اليوم، أو ده العادي اللي أنا طول اليوم بيبقى إنجليزي. فبقيت مش محتاج إن أنا أتابع وكده، لأن أنا خلاص الحاجة دي بقت من يومي. لأن أنت في بعض العادات وقت ما تكون خلاص بقيت اللي هو العادي، مش محتاج بقى كل شويه تسجل، انك انت خلاص بقت دي حاجه اساسيه عندك. زي ما فكره انك فكره انك بتلتزم بالصلاه، فخلاص بعد ما التزمت بالصلاه ممكن ايه تشيلها وتحط حاجه تانية تحاول تلتزم بيها، او حاجه تحاول تلغيها. المهم، فده بالنسبه للورق ده كان على اساس الموضوع ده انا بفكر بالشكل ده يعني. انت مش تاخد مني الحاجات دي وتحاول كده، ولكن تفكر وتشوف دنيتك. يعني انت ولنفرض لو انت عايز تطور نفسك في الانجليزي، انا طبعا كنت اتكلمت برضه في فيديو على ازاي تطور نفسك في الانجليزي طريقه لا طريقه، بحيث ان انا مثلا انا بذاكر وبتعلم دلوقتي كل حاجه بالانجليزي، فحتى لو في حاجات مش بالانجليزي، حاجات انا اقصد مش عارفها، بروح اترجمها. ولكن في نفس الوقت انا بعمل حاجتين، بتعلم انجليزي وفي نفس الوقت بتعلم الحاجه اللي انا عايز اتعلمها، مش لسه اتعلم انجليزي وبعدين افكر اتعلم الحاجه اللي انا اتعلمها. الموضوع ممكن تحس في البداية صعب، ولكن في الأول والآخر برضو وقت ما بتخش أي مجال أنت مش محتاج إنك تتعلم في البداية كل الإنجليزي اللي في العالم. أنت محتاج إنك تتعلم الإنجليزي اللي في المجال بتاعك بس في البداية. طبعا بالنسبة للنوتة دي بيبقى فيها حاجة شبيهة بالحوار السبورة، ولكن ممكن نقول إنه مكتوب فيه تفاصيل أكتر شوية. بمعنى يعني خلينا نعمل كده مثلا، بتكتب هنا التاريخ، تاريخ النهاية، والحاجات اللي المفروض تعملها تحتيها. وفي الظهر بتاعها وفي ظهر الورقة ممكن نقول ده الجزء اللي محدش بيتكلم عليه، وهو الحاجات اللي انت هتقدمها. هنا بتكتب الحاجات اللي تقدمها. انت ممكن يا اما تكتبهم كده، يا اما تكتبهم وش وظهر كده، بحيث ان انت جميل انك تكتب الاهداف بتاعتك، جميل كل ده، ولكن لازم تفكر نفسك بالحاجات اللي انت مستعد تقدمها. والفكرة مش فكرة فلوس بس، بمعنى انك مثلا هتروح تدفع فلوس عشان الكورسات او انك تجيب الكتب، لا، انك تفكر نفسك انك هتدي نفسك وقتك اللي انت على فكرة وقت ما انت هتوصل لدرجة كويسة هتعرف ان اغلى حاجة هيكون وقتك. والكل وقت يعني بإذن الله وقت ما تحقق نجاحات كبيرة هتلاقي ان برضو اللي هو حوار انك بتحاول تعمل اي حاجة علشان وقتك يعني يكون ملكك بشكل كبير، وتبقى حر اكتر. انك مثلا تشغل حد يعمل لك حاجه معينه انت شايف انك بتضيع وقت فيها عشان انت مهتم بوقتك. المهم، فبقى بتتكلم انك انت الحاجات اللي تقدمها هتساعد ناس. على فكره انت قلت انك هتساعد ناس، رغم انك انت ممكن ما تساعد، تحسها مش حاجه غير مباشره، ولكن ممكن تساعد ناس ازاي بقى. معانا انا مثلا بتعلم البرمجه دلوقتي، واتعلمت الطريق الصح لان انا مثلا اعرف ازاي اكون مهندس ذكاء اصطناعي. بس بقى مهندس ذكاء صناعي، مهندس ذكاء صناعي، انا عرفت الطريق. لو انا شاركتها في فيديو او قابلت حد او رحت على جروب ونشرت منشور حاجه زي كده، فيتسمى ان انا ساعدت ناس. ودي على فكرة بتيجي بحيث إن ممكن حد يديك معلومة أو تعليق، وممكن حد يشكرك، وممكن حد يدخل معاك في التراك فتساعدوا بعض، تمام، وهكذا. فبتكتب الحاجات اللي أنت شايف إنك هتقدمها، الوقت، الجهد، إنك هتعافر الحاجات دي. ويوميا أو أسبوعيا بتمسك النوتة دي وبتقرأ الحاجات اللي أنت المفروض تعملها، وطبعا التاريخ. وفي نفس الوقت تقلب الصفحة أو بتبص في الصفحة اللي قدامك وتشوف إيه اللي هو الحاجات اللي انت هتقدمها، بحيث انك انت ما تنساش الحاجات، الوقت والحاجات اللي المفروض تعملها. وفي نفس الوقت وده الاهم بالنسبه ليا، الحاجات اللي انا مستعد اقدمها. لان دايما تقول طب هل انا بقدم اللي انا كاتبه، اللي انا كتبته في البدايه؟ فلو لقيت لا، هتحس لان مثلا تحس ان الامور مش احسن حاجه. فوقت ما انت بتقرا دي وتبص للحاجات اللي انت كنت قايل انك هتقدمها، فتلاقي نفسك انك مش بتقدم حاجه مثلا عامل 6 حاجات، مش بتقدم غير جزء بسيط من حاجه واحده، فتعرف لا انا مقصر في الحته دي فلازم اعمل دي، وهكذا. واخر حاجه انا عملت جروب اسمه نو ليميت، وده باختصار مش جروب عادي، مش جروب بيعلم الاي اي، مش جروب، هو بكل بساطه جروب عباره عن تجمع للاشخاص اللي شغالين على نفسهم في رحله تطوير الذات، سواء من الناحيه الشخصيه او المهنيه، او اللي بيفكروا يبداوا ويطوروا من نفسهم. بحيث ان انت اثناء الرحله دي بتكون للاسف حاسس بوحده، لانك انت بتنفصل حبتين عن الدايره اللي انت كنت فيها، لانك بتكون في مكان مختلف.
المهم، فبكل بساطة الجروب ده هدفه حاجتين معينين. الحاجة الأولانية هي إن إحنا أثناء ما إحنا شغالين وكل واحد شغال في دنيته، يكون في فرصة إن يكون في تعاونات ما بيننا وما بين بعض، بحيث إن أنا مثلا ولنفرض عايز أعمل عايز أعمل مشروع خاص بالذكاء الاصطناعي، بس محتاج حتة ويب وأنت بتعرف تعمل ويب. فأنا بكل بساطة أنا وأنت نشترك في مشروع، أنا أكون مسؤول عن مثلا الباك إند في حوار الويب، قصدي في حوار الذكاء الاصطناعي، وانت تكون مسؤول عن الويب بشكل عام. فانا احط ده في السي في بتاعي واقول ان انا كنت مسؤول عن الذكاء الاصطناعي فيه، وانت تحط نفس المشروع عندك وتقول مثلا ان انت المسؤول عن الويب. فده يفيدنا بحيث ان المشروعات اللي بتكون جماعية بتكون افضل. فهكذا. وفي نفس الوقت برضو الجزء التاني هو مشاركة الإنجازات، بحيث إنك أنت أسبوعيا هتشارك الإنجاز الخاص بيك، بحيث أنا مثلا في الأسبوع ده خلصت الجزء الخاص بالمكتبة اسمها مثلا مات بلوت ليب. دي مكتبة خاصة مثلا بالذكاء الاصطناعي. فالمكتبة دي بتعمل الحاجة المعينة، والحاجة المعينة دي انت ممكن تستخدمها ازاي، ولو فكرت تتعلمها لازم تعمل كذا، بحيث اللي منها انا لو احتجت، يعني مثلا المكتبة دي خاصة بالداتا اناليسيس، لو انا احتجت حاجة كداتا اناليسيس ممكن اجيلك انت واخليك تعملها. او لو انا بفكر ان انا اتعلم داتا اناليسز يكون عندي خلفية المكتبة دي اتعلمها ازاي، وبرضو ممكن اجيلك تديني مصادر مثلا. تمام تمام. فبكل بساطة كل ده هقوله في فيديو منفصل برضو، بحيث ان انا عايز اجهز بس وانظم، لان التنظيم هيفرق في الحوار الجروب عشان مش عايز يكون فيه عشوائية حبتين. وهبقى انزل في فيديو تفاصيل الجروب. وبكل بساطة قبل ما تفكر انك تدخل الجروب ده لازم تكون حاطط في دماغك انك انت تقدر تتعلم اي حاجه، لان اصلا الجروب اسمه نو ليميت. فبكل بساطه لو انت من نوع الاشخاص اللي هو بيقول انا ما اعرفش اتعلم الحاجه دي، انا ما بعرفش، ولكن يبقى المكان مش مكانك. ولكن لو انت من الاشخاص اللي انت مؤمن انك انت انا ما اعرفش الحاجه دي، ولكن انا هتعلمها، وكل مشكلتك مثلا انك مش لاقي المصادر، انك مش لاقي الطريق، ولكن عايز الحاجة فعلا، وشايف نفسك انك مثلا لو معاك المصادر الصح، او لو بدأت او ان يكن هتعرف توصل، فده المكان ليك وبس. يلا مع السلامة.